ليه لازم تخاف من الكائن اللي موجود في القصتين دول؟ لان كل الاحداث حقيقيه، ونهايه كل قصه منهم صدقني هتصدمك. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وركز معايا عشان هنبدا الحكايه. سنة 1919 في شمال كندا، في غابة محدش بيقرب منها. كل اللي عاش حواليها كانوا بيحكوا ان اللي يدخلها عمره ما بيخرج تاني. بس كان في واحد مش مصدق في الكلام ده، جورج، صياد غني، شايف ان دي مجرد خرافات بتخوف الاطفال، وقرر يدخل الغابة بنفسه. راح لمركز تجاري قريب من المنطقة وبدأ يدور على حد يرافقه كدليل، بس كل الصيادين رفضوا. وكان في واحد فيهم قال له اللي بيروح هناك ما بيرجعش. في واحد وافق، كان راجل هندي اسمه ديفاجو، وكان محتاج فلوس بشكل كبير جدا. المهم جورج وديفاجو دخلوا الغابة ونصبوا خيمة في وسط الغابة، وفضلوا يصطادوا 3 أيام كاملين من غير ولا طلقة ناجحة، برغم ان الموضوع كان سهل نسبيا بالنسبة لهم. في اليوم الرابع قرر جورج وديفاجو ان هم خلاص يعني هيخرجوا. فعلا في حاجة غريبة في الغابة دي، بس هنا بقى كانت المشكلة. كل ما بيحاولوا يخرجوا يرجعوا لنفس المكان بشكل غريب جدا. في اليوم السادس الأكل خلص، والكمية اللي معاهم كانت تكفي لشخص واحد بس. جورج بكل بساطة احتفظ بيها لنفسه وساب ديفاجو 5 أيام كاملين من غير أكل. ديفاجو قاعد في الركن عينه مليانة كره، كل ما بيبص على جورج بيتخيله وجبة. اليوم اللي بعده ديفاجو اختفى. طبيعة الحال جورج خرج يدور عليه، بس فجأة الجو اتبدل، الرياح بدأت تعوي وكأنها بتلف على الغابة كلها. قرر يبقى في الخيمة لحد ما الجو يهدى، بس الغريبة ان الجو مش بيهدى خالص. قرر يطلع راسه من الخيمة، وهنا كانت المفاجأة. لقى الشمس طالعة، مفيش رياح، مفيش صوت، مفيش اي حاجة، وكأن العاصفة دي كانت جواه. جورجي بدأ يخرج خطوة لبره، وفجأة حاجة هجمت عليه من ورا، وقع على التلج، وكل اللي قدر يشوفه وش ديفاجو المشوه. جلده مش طبيعي، عينه طالعة لبره وبتلمع في البرد. بدأ ياكل جورج. جنب ديفاجو كان في حاجة أكبر، وحش بقرنين غزال، صدره مفتوح كأنه جعان من قرون، وده كان الويندجو. الويندجو بمثابة تحذير فقدان الإنسانية بسبب الجشع، وقد يكون التحول للويندجو نتيجة ظروف قاسية أو جوع شديد. في رواية تانية بتحكي في راجل فقد ابنه في حادثة طريق. بعد كام يوم الناس في القرية بدأت تحكي عن حاجة غريبة. قالوا إن في غابة قريبة أي كائن بيندفن فيها بيرجع للحياة. في لحظة ضعف الراجل خد جثة ابنه ودفنها هناك، وتاني يوم الصبح راح المقبرة عادي جدا، لكن لقى حاجة غريبة. المقبرة كانت مفتوحة وابنه مش موجود جواها. الراجل من غير تفكير جري ناحية الغابة، بس كل ما بيدخل أعمق الأشجار كانت بتزيد، والطريق كان بيختفي، والغابة كأنها مش عايزاه يخرج. قعد أيام تايه من غير أكل ولا نوم، لحد ما الجوع بدأ ينهش فيه هو كمان. الراجل شاف ذئب وسط الضباب كان بياكل حاجة غريبة على الأرض. الراجل من كتر الجوع هاجم على الذئب، خد منه الأكل وبدأ ياكل بشراهة. بس بعد أول لقمة وقف وشاف اللي في ايده ده ما كانش اكل، ده كان ابنه. برغم انه عرف ما يقدرش يبطل، وهنا اتولد ويندجو جديد. في النهاية الويندجو مش مجرد قصة رعب، هو رمز للجشع، للجوع اللي ما بيخلص، سواء جوع اكل او سلطة او للطمع.